أبو جمال سأل من السويد. أهل العلم ذكروا بأن الذي يكون في بلد فيها ليل ونهار، حتى لو كان النهار أطول من الليل أو الليل أطول من النهار، فإنهم يصومون كما قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إلى الليل يعني إلى مغيب الشمس وإقبال الليل، إدبار النهار وإقبال الليل. فإذا كان عندهم إذا كان عندهم نهار، سواء كان هذا النهار ساعة والليل 23 ساعة، وكان هذا النهار 10 ساعات أو 20 ساعة، ما دام أنه خلال 24 ساعة يوجد ليل ونهار، حتى لو كان أحد هذين أطول من الآخر، فإنهم يجب أن يصوموا النهار ثم يفطروا في الليل. فهم في الشتاء في الغالب سوف يصومون ربما 5 ساعات فقط ويفطرون 19 ساعة، لكن في الصيف كما هو الآن فإنهم في الغالب أنهم سوف يصومون وقتا أطول. وبالتالي يجب إذا كان عندكم ليل ونهار خلال 24 ساعة أن تصوموا النهار وإن كان طويلا، ولا يجوز لأحد أن يفطر إلا إذا شق عليه الصيام مشقة شديدة حتى أصبح في حكم المريض اللي عاجز عن الصوم، ما تحمل اليوم يصوم. مثلا لو واحد عنده مشقة في عمل، أو مثلا امرأة حامل وتعبت، أو مثلا واحد يشتغل عامل بناء أو كذا وحس بإرهاق شديد فأفطر بناء على أنه في حكم المريض الذي عجز عن إكمال الصوم، ففي هذا الحال يحسب كم يوم أفطر ثم يجب عليه أن يقضيها بعد انتهاء رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ورد إلينا في دار الإفتاء المصرية أسئلة كثيرة تسأل عن حكم الصيام في البلاد التي تزيد ساعات النهار فيها عن 18 ساعة، كالدول الاسكندنافية والسويد وغيرها، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يصوم كل هذا العدد من الساعات. فنقول وبالله التوفيق: الشريعة مبناها على رفع الحرج عن المكلف، ولذلك فإن فرض هؤلاء إذا زادت ساعات النهار عن 18 ساعة فرضهم أن ينتقلوا ويقدروا على حساب المواقيت في مكة المكرمة، لأنها أم القرى، والله عز وجل جعلها قبلة، وذلك يعني فيه إشارة إلى أنها كما كانت أصلا في المواقيت كما كانت، وذلك فيه إشارة إلى أنها كما كانت أصلا في جهة الصلاة وقبلتها، فإنها يمكن أن تكون كذلك أصلا في المواقيت. وهذا مبني على أن الشريعة راعت اختلال العلامات الفلكية التي جعلها الله تعالى إشارة إلى بدء الصيام وإلى الإفطار، المغرب والفجر. هذه العلامات عندما تكلم الله عز وجل في كتابه عن بدء الصيام وانتهائه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إنما تكلم سبحانه وتعالى كما يقول العلماء عن الصور الغالبة، عن الأعم الأغلب، لا عن النادر، فالنادر لا حكم له، والشاذ قاعدة نفسه كما يقول الأصوليون. ولذلك فإن هذه العلامات إذا اختلت عدل الناس إلى توقيت آخر. استدل العلماء على ذلك بحديث الدجال الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه
لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خبر الدجال قالوا يا رسول الله ما لبثه في الأرض، يعني كم مدة يمكث في الأرض؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. أخذ العلماء من هذا الحديث الشريف أن المواقيت والعلامات التي أقامتها الشريعة ونصبتها لبداية العبادة وانتهائها، هذه العلامات إذا حصل لها اختفاء أو اختلال فإنها لا تظل علامات على العبادة، بل ينتقل إلى التقدير الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر به في حديث الدجال. عندنا خطوط العرض فوق 66 تختفي العلامات حتى يصل الحال إلى أن يظل النهار 6 أشهر ويعقبه الليل 6 أشهر كما في القطبين. بين خط العرض 66 و48 تختل العلامات، يحصل لها حالة اختلال غير حالة الاختفاء التي فوق خط عرض 66. حالة الاختلال هي التي أشير إليها في السؤال، يزيد النهار عن 18 ساعة. في هذه الحالة كما فعلنا أو كما نفعل مع من هم فوق خط عرض 66 من الانتقال إلى تقدير أهل مكة، فكذلك نصنع مع هؤلاء الذين تزيد الساعات النهارية عن 18 ساعة. لماذا حددناها بهذا العدد من الساعات؟ المختصون الأطباء يقولون إن الامتناع من الطعام والشراب أكثر من 18 ساعة يضر بالجسد البشري قطعا، وحينئذ فإذا نظر المجتهد إلى هذه الحقيقة العلمية المتعلقة بالجسد البشري طبقا لما يقوله المختصون، فإنه يفهم أن الشريعة لم تأمر بالضرر. فإذا كانت العلامات تقتضي صيام هؤلاء 18 ساعة أكثر من 18 ساعة، إذن فالعلامات في حقهم غير معتبرة، لأن الشرع لا يأمر بالضرر، واختلال العلامات عندهم بمنزلة اختفائها كأنها غير موجودة، فينتقلون إلى التقدير على صوم أهل مكة. للإخوة اللي عايشين في القطب الشمالي واسكندنافيا وبعض من بلاد شمال أوروبا، يجي عليها رمضان العشاء الساعة 12:30 والفجر الساعة 2:30 صباحا، فالليل عبارة عن ايه؟ ساعتين. وفي مدن او مناطق في النرويج لا يرون الشمس اشهرا عدة، ظلام دائم، مكتئبين وعصبيين وعندهم اكتئاب ويأس. سبحان من اعطانا هذه الرحمة والنور والشمس، وهذا من كرم الله علينا والله بفضل الله. فساعتين الليل يبقى صيامه كم ساعة؟ 22 ساعة. يجي يشتكوا من اولادهم، يعني اولادهم ولدوا هناك، الولد عنده 15 سنة، معقول يصوم 22 ساعة؟ يقولوا لا يا ابني ما يصوم 22 ساعة. ما يصوم ازاي يا شيخ؟ قول له ينقطع عن صيامه مع اذان الفجر، ويحسب اقرب مدينة على نفس خط الطول، او ياخد توقيت ام القرى مكة ويحسب اهل مكة يصوموا كم ساعة. اهل مكة مثلا يصوموا 16 ساعة او 15 ساعة، يفطر ولو كانت الشمس في كبد السماء.
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. لأن ده إيه؟ اقدروا لهذا اليوم قدره، قدر اليوم. ليه؟ لأنه ما يقدر الولد يصوم، وبعدين أبوه اللي عنده عمل وعنده شغل وعنده مهمة، فكيف يصوم بهذا الإيه؟ بهذه الطريقة. وقد أباح لهم إخواننا ونحن نبيح لهم معهم في المجلس الأوروبي الإفتاء أن في أوقات العشاء تبقى الساعة 1، لو استنى لما انتظر لما يصلي العشاء الساعة 1 ويستيقظ ليذهب إلى عمل 5 لا يستطيع. فأبحنا له أن يجمع العشاء مع المغرب، ولكن بعد أن تدخل العتمة. الأحناف يقولون إن العتمة إذا دخلت ذهب المغرب ودخلت العشاء. يعني العتمة عند الأحناف قبل العشاء بنصف ساعة، عند الأحناف صارت مغرب قضاء. فناخذ هذه الفتوى عن أبي حنيفة وقربها ويجمع لهم فقه خاص، يعني هذا ليس من فقهنا في دولنا العربية. المهم ساعات الصيام طويلة جدا. احنا السنة دي ساعات الصيام طويلة، بس هم بيبقى ساعات الصيام اطول بكتير، وبيفطروا 9 بالليل وفطروا. حضرتك قلت احنا ذكرنا 3 اقوال، ذكرنا ان ممكن 3 اقوال لو برضه نفكروا. القول الاول انه بيلتزم بتوقيت بلده حتى ولو طالت 20 ساعة او حتى 23 ساعة، حظه قدره ده في البلد اللي هو فيها. ده اول رأي. انه بيلتزم من الفجر للمغرب. مش قادر، صحته مش قادرة، يبقى مريض. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. زعلان ليه؟ زي الرجل هنا في مصر اللي مش قادر يصوم، هيعمل ايه؟ يقدر يصوم ساعة 2 بس، مش قادر يكمل. اقدر اقول له التزم؟ لا، بقول له افطر وانت صرت من المرضى. نفس الامر، انت في احدى البلاد الاوروبية اللي نهارها يطول 20 ساعة، انت على الرأي الاول مسؤول بصيام من الفجر حتى المغرب. اذا استطعت فأنت قادر على الصوم والخطاب موجه لك. إذا عجزت إذا الخطاب ليس موجه لك، ويبقى أنت في حكم المريض ولك أن تفطر وعليك القضاء إذا استطعت أو الفدية. هذا أول رأي. الرأي الثاني بيقول يلتزم بأقرب البلاد اعتدالا للمناخ له. إذا كان هو في دولة يعني قطبية شمالية جدا، يوم يشوف أقرب البلاد إيه اللي هي تتناسب معاه، تتناسب مش معاه لوحده، معاه ومع أهل بلده، بحيث يكون الحكم عام في راحة. في الحالة ديت يلتزم بأقرب التوقيت إليه. الرأي الثالث بيقول لا، يلتزم بتوقيت مكة بدءا وانتهاء بالصوم. بقي دقيقتان. أسئلة أخي مصطفى من السويد على عجل. يفطرون بموافقة وهم في السويد، بعض الناس بموافقة للسعودية بناء على فيما فهمت على فتوى المجمع الأول. هو بالنسبة لبعض الدول التي تكون مثلا بعيدة عن وسط الأرض، من الدول الاسكندنافية والقريبة مثلا من القطبين أو غير ذلك، فنقول في مثل هذا أنهم الأصل في هذا أنهم يصومون ما وجدت الشمس من جهة الشروق والغروب. لكن إذا طال عليهم الزمن فشق عليهم، بحيث مثلا النهار يكون مثلا في بعض الأيام 23 أو 22 ساعة، ما هو القول الراجح في هذا؟ من العلماء من يستمسك بظواهر الدليل في قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال ما وجدت المعادلة ليل ونهار فيجب. وأما إذا غاب كأن يكون النهار كنهارا كاملا أو يكون ليلا كاملا فإنه حينئذ يقدرون لها القدر. أما من يقول إذا طال الليل حتى لو وجد، أو طال النهار وحتى لو وجدت الشمس والقمر وجد الليل والنهار فإنه يقدر في ذلك القدر، هذا قول له حظ من النظر، اعتمادا على ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقدروا لها قدرها. وهذا قول من قال به فله حظ من النظر. إذا اقتدوا وأخذوا بهم وقلدوهم كالجماعات نقول المسألة فيها سعة، وهي تدور بين اجتهادين.